كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. رمضان بقى يعني سحور كل يوم، وبعدين في سحور يبقى لازم يكون على السحور كده طبق فول محوج بالطحين، ده طعمه خطير. هقولك بقى على طريقتي في تدميس الفول، بس يا ريت قبل ما نبدأ مع بعض الفيديو لو عجبكم الفيديو حطوا لايك وما تنسوش تشتركوا في الصفحة. ويلا بينا ندخل على الفيديو ونشوف ازاي عملناه. معايا هنا كيلو من الفول البلدي بتاع التدميس. الاول جبته ونقيته كويس جدا، وبعد كده غسلته مره واتنين، وبتصفي الميه بتاعته بقى وبتنقعيه ليله كامله. واثناء الليله دي بقى بتغيري الميه عليه مرتين تلاتة. وبعد كده بقى هنصفيه ونجيب بقى الدماسة اللي هنعمل فيها الفول. ومعايا هنا كمان بقى الحاجات اللي هضيفها على الفول: كوباية من الفول المدشوش، وكمان كوباية من العدس. غسلتهم وصفيتهم كويس جدا وسبتهم على جنب. ومعايا كمان طماطميتين كبار بدون القشر بتاعهم وليمونة كاملة. ومعايا كمان بابريكا وكركم. هنجيب بقى الفول اللي احنا مصفينه وهنحطه في القدرة بتاعتنا. وهنا بقى اكتشفت ان القدرة صغيرة جدا على الفول، ولازم تحطي الفول بقى بتاع التدميس دوت في حاجة تكون كبيرة شوية عشان ياخد راحته وهو على النار وما يشطش معاكي وانت بتسويه. هنحط بقى عليه الطماطم، وبعد كده هنحط عليه الفول والعدس، وهنعصر عليه بقى الليمونه اللي احنا كنا شايلين البذر منها، وهنحط القشر معاهم كمان. وهضيف عليهم معلقه صغيره مليانه من الكركم، وكمان معلقه صغيره مليانه من البابريكا. هقلبهم بقى بمعلقه كده، وبعد كده هنضيف الميه. لازم الميه اللي نضيفها على الفول تكون ميه مغليه. ما ينفعش نزود الميه في اي وقت او في اي مرحله على الفول بميه بارده خالص. هنحطه بقى على النار ونسيبه كده على نار عاليه لمده ساعه. وبعد ساعة بقى بتفتحي عليه وبتدي له تقليبة. وهنا بقى هتلاقي المية بتاعته قلت خالص كده، فبنزود له مية تاني. وطبعا زي ما قلت قبل كده المية اللي هزودها له لازم تكون مية مغلية. هنقل بقى الفول كده على عين تكون أصغر، ولازم العين كده أوطيها وتكون النار تحت الفول عاملة زي الشمعة بالظبط. وبسيبه بقى ياخد راحته في السوا خالص، وكل نص ساعة كده بفتح عليه أقلب الفول، وبعد كده أزود له مية لو لقيته محتاج، لحد بقى ما الفول يستوي معاكي. وتيجي تضغطي على فولية كده تلاقيها اتهرست معاكي وبقت طرية جدا. واهم حاجه كمان ان القشره بتاعه الفول من بره تكون طريه، علشان انت لو طفيتي النار عن الفول والقشره بتاعته قاسيه هتلاقيها بعد التسويه فضلت قاسيه زي ما هي. هنشيل بقى القشر بتاع الليمون اللي كنا حاطينه، وتعالي بقى نغرف احلى طبق فول. لازم بقى كده يبقى موجود على السحور في كل يوم رمضان. بذمتك بقى لما بتجيبي طبق الفول دوت من المطعم من بره بيبقى مليان حب كده؟ بالعكس خالص، ده بيبقى كله ميه وهم حاطين لك فيه حبايتين تلاتة من الفول. وتعالوا كمان اما نحوج طبق الفول دوت علشان نجهزه للسحور. هحط عليه كده بقى زيت، وكمان هحط عليه ملح وكمون وليمون ودقة الطحينة بقى اللي بتخلي طعمه في منتهى الجمال. ويبقى جاهز معاكي بقى احلى طبق فول، انت فعلا فيه بتاكلي فول ما بتاكليش مية فول. وهديله كمان من على الوش كده نقطتين من الزيت وهرشة كمون علشان يبقى طبق الفول بقى جاهز معاكي للسحور. بجد والله بقى بتبقى طريقته سهلة جدا ومش محتاج غلبة، وهتعمليه وانت قاعدة في البيت، ولا هتحتاجي انك تجيبيه من المطعم ولا اي حاجة. بالإضافة لإنِّك واثقة بقى من نضافة الحاجة اللي أنتِ عاملاها في البيت، وكمان غاسلين الفول بإيدينا وواثقين من حاجة زي دي. فتعالي بقى كده أمّا نحط رشة الكمون ونبقى جهزنا أحلى طبق فول للسحور. وتعالي بقى كمان أمّا أوريكِ كمية الفول اللي طلعت من كيلو واحد من الفول عملت لي قد إيه من الأكياس. هاقدر بقى أحتفظ بيها في الفريزر لمدة شهر رمضان كله. باحط بقى في كل كيس كده كبشتين صغيرين من الفول، علشان كده كل كيس يبقى على قد السحور، وما يفيضش معايا كمان من السحور فول واضطر إن أنا أرميه. يعني باملاش الأكياس أوي، يا دوب بس كده على قد السحور. وكده كده كل يوم بنحب إن إحنا نعمل فول جديد. هاخد بقى كل الأكياس دي وأبططها بالطريقة دي وأحطها في الفريزر، علشان لما تيجي تفك تبقى سهلة معايا. وبس كده، وبكده يكون الفيديو بتاعنا النهارده خلص. عملنا فيه فول السحور بتاع رمضان. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تحطوا لايك، واشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، ومع ألف سلامة.